العالم في خمسينات وستينات القرن العشرين كان بيبتدي بداية جديدة بعد دمار الحرب العالمية، وبيتشكل بشكل مختلف. وعرف شكل جديد للحروب في المرحلة دي بين الغرب الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والكتلة الشرقية الشيوعية بزعامة الاتحاد السوفيتي. الحرب دي كانت الحرب الباردة، وهي حالة عداء ومنافسة محمومة بين الطرفين لكن بلا صدام عسكري مباشر. يعني زي ما وصفها بعض الناس، حالة سلام عدائي بين الطرفين. باقي العالم اللي كان معظمه بيتحرر من الاستعمار في المرحلة دي بقى ساحة صراع بين القوتين العظمتين لاستقطابه، ودخلوا مع بعض مواجهات عنيفة من غير صدام مباشر في كوبا وكوريا وفيتنام وأماكن أخرى حول العالم. السباق والتنافس ده كان في كل حاجة، العلم والتكنولوجيا والتسليح والسياسة والدعاية، اللي بيحاول كل طرف إظهار نفسه فيها إنه الأفضل. اختراعات كتير قوي ظهرت في المرحلة دي، واتطورت اختراعات كانت موجودة من قبل الحرب. الراديو ترانسستور مثلا كان اختراع كبير في الخمسينيات، غير التطور الهائل للتلفزيون في حجم الشاشة وساعات الإرسال، وتطور وزيادة أعداد السيارات ووسائل النقل، والتوسع في استخدام الطائرات لنقل المسافرين حول العالم، والطفرة اللي حصلت في تقنيات السينما والتليفونات وبدايات تطور الكمبيوتر بشكل كبير، والاهتمام العالمي الكبير بالمجال الصحي اللي ساهم في زيادة السكان في العالم بشكل ملحوظ في الفترة دي. كل ده غير شكل العالم تماماً وقتها، وكان أساس العالم اللي بنعيشه النهاردة. الغرب أصبح أكثر رفاهية بعد التعافي من آثار الحرب العالمية الثانية، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت في نظر باقي سكان العالم أرض الأحلام في الفترة دي. موضة الميني جيب اجتاحت الغرب ومنه انتقلت للعالم، وميزت فترة الستينات في العالم كله. بقت الميني جيب إحدى مظاهر تطور أزياء النساء وتمرد الشباب عن الأفكار والأزياء اللي كانت سايدة قبل كده. لأن الحرية كانت أهم سمات المجتمع الغربي اللي بيبني عليها أفضليته عن النموذج السوفيتي. شفنا حركات ثورية عنيفة من الأمريكيين من أصول أفريقية علشان المساواة في الستينات، ومطالب بمزيد من حرية المرأة في الغرب، وشطحات كانت غريبة وقتها في الموضة والفنون التشكيلية والأدب اللي ازدهرت في الغرب في المرحلة دي، وأثرت بشكل قوي في العالم وقتها، خصوصاً السينما الأمريكية. هناك في الاتحاد السوفيتي اللي نجح إنه يبقى قوة نووية بسرعة ويبقى ند لأمريكا، كانت الحياة أقل رفاهية رغم الإنجازات الجبارة اللي حققها السوفيات في المرحلة دي في مجالات زي الطاقة والصناعة. لأن الدمار اللي تسببت فيه الحرب العالمية للاتحاد السوفيتي كان كبير جداً، عكس الولايات المتحدة اللي حجم دمار الحرب عليها كان أقل بكتير جداً. فكان الاتحاد السوفيتي محتاج وقت ومجهود أكبر للتعافي من آثار الحرب العالمية. الأفكار الشيوعية جذبت ناس كتير حول العالم، خصوصاً في البلاد حديثة التحرر من الاستعمار. الاتحاد السوفيتي حقق أفضل إنجازاته في الفترة دي في سباق اكتشاف الفضاء، وأطلق بنجاح أول قمر صناعي سبوتنيك 1 في 4 أكتوبر 1957. وبعد ذلك أطلق أول إنسان إلى الفضاء يوري جاجارين في رحلة مدارية في 12 إبريل 1961. حظي الاتحاد السوفيتي بتقدم مبكر في سباق الفضاء خلال السنوات القليلة التالية، وكان أول دولة تصل إلى القمر خلال برنامج لونا الروبوتي. الإنجازات دي جننت الغرب. أمريكا أسست وكالة ناسا لعلوم الفضاء وطورت مناهج التعليم فيها، وبذلت جهود كبيرة لحد ما تمكنت من إنزال أول إنسان على سطح القمر سنة 1969.
تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 وانتهى العالم ثنائي الأقطاب، وأصبحت أمريكا القوة الأكبر في العالم بلا منافس. لسه الناس في دول الاتحاد السوفيتي بتحن لأيامه، لأنه رغم قسوة الحكم الشمولي في الاتحاد السوفيتي في بعض المراحل، إلا إنه كان أكثر عدالة اجتماعية، ولأن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي دخلت روسيا والدول اللي انفصلت عنه في مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة. العالم كله لسه بيحن للعالم ثنائي الأقطاب، لأنه أكثر عدالة من عالم بتهيمن فيه قوة واحدة على العالم.